كابتن هلعب امتى، ولما بيلعبه ما بيصبرش عليه. ما ده الثقه اللي هي مفقوده بين الاثنين. بس انما تقول لي اللعيب، لكن هو لعيب كويس انت ويفيدك. لو المدرب بيكلمك كويس وما بيلعبكش اقسم بالله تبقى نفسيا مرتاح. هترتاح. هي المعامله انا ما اعرفش الدواخل برضه، انا ما اعرفش الراجل، انا ما اعرفش يا كابتن الدواخل مع الراجل بيتكلم مع اللعيبه ازاي. لا انا بتكلم عامه حتى لو الراجل ضدي، على الاجانب حتى لو الراجل ضدي انا مش هقول لك. في مدربين كانوا بيجوا يقولوا لي انت مالكش مكان عندي. في نادي الزمالك والنادي الاهلي ومنتخب مصر. لا منتخب مصر ده لوحده قصه لوحده. والله العظيم يا كابتن في نادي الزمالك والنادي الاهلي كنت بفرض عليهم ايوه نفسي تلعب باللعب والتمرين وبتاع ينزلني. ده في مدرب قال لي مش مالكش لعب عندي تاني، ما تسالنيش على لعب. اتزنق نزلت كنت مين يا كابتن؟ مش مهم. لا صوبر. لا ده بالعكس، ده صوبر كان بيحبني جدا. امال مين؟ وهولمان كان بيحبني جدا. في النادي الاهلي اول الاصطدام يا كابتن كان مع هارس. كان واخد بطوله افريقيا وقال لي انت مالكش مكان عندي. طبعا هو من حقه. ليه؟ لان كسبان بطوله افريقيا ومش عايز يظلم حد من اللعيبه اللي جابت له البطوله. وده كان كلام مقنع وكلام يخليني اشد، مع اني لسه جاي بقى زي امام عاشور كده. انما ايه اخبار امام عاشور؟ ماله؟ احلى حاجه فيه ايه المشكله يا كابتن اما لعيب ما يبقاش موفق في ماتش؟ لا اصل انتوا عاملين ابو تريكه. لا مين انت بتتكلم في؟ مين انت بتتكلم انا ليه يا كابتن؟ صحيح لا والله العظيم والله العظيم انت بتتكلم على جماهير الاهلي. طب ما هو لعيب كويس قوي جدا. بس ليه جماهير الزمالك زعلانه ليه؟ لا اسمع بس، مش هو ايمن حفني، مش هو شيكابالا، مش هو زيزو اللي يصنع لك الفارق. لسه صغير مفيش حاجه. لا 37 ده بص انت انت عايز لسه صغير يا كابتن يا فاروق. لسه ده قبل ما ياخد خبرات ده حاجه ثانيه. فاروق انت عايز امام عاشور ده يبقى لعيب كويس قوي. يا جدعان ايه حرقة الدم دي يا جدعان؟ ليه حرقة الدم دي؟ هو احنا ليه ايه في ايه؟ احنا هنفضل لحد كده امتى يعني؟ هنفضل بالمستوى ده لحد امتى؟ يعني في ايه؟ ما عندناش حد بيخلص ليه؟ اللي بيضيع بيستقبل، معروفة اللي بيضيع بيستقبل. وانتوا بسم الله ما شاء الله ضيعتوا النهارده كتير جدا. كنا نقدر في رادس ان احنا نخلص الليلة، كنا نقدر نخلص. ضيعتوا كتير جدا، ربنا يستر في الماتش اللي هيبقى في القاهرة. ما عندناش حد بيخلص، مفيش حد بيخلص. في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ مش كده يعني، مش كده. كذا فرصة تجيلنا وتضيع، كذا فرصة تجيلنا وتضيع، مرتدات تضيع. ايه؟ طب ايه بقى؟ طب هنسجل امتى؟ طب الجون ده هنجيبه امتى عشان خاطر نرتاح ونريح بالنا؟ لا اله الا الله. كنا نقدر نخلص وربنا كنا نقدر، والله كنا نقدر.